عناوين الأخبار: رئيسة الجمهورية في فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم السودان. رئيس الوزراء يدشن برامج حملة التشجير المعروفة باسم البصمة الخضراء لموسم الأمطار القادم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدمها إليكم فوركيوانس. حضرت رئيسة الجمهورية سهلة ورك زودة مؤتمر باريس لدعم السودان، وحضرت المؤتمر عددا من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية من بينها إثيوبيا. وفي كلمة بهذه المناسبة تحدثت رئيسة الجمهورية سهلة ورك زودة عن الصداقة طويلة الأمد بين إثيوبيا والسودان. وبخصوص سد النهضة الإثيوبي، قالت رئيسة الجمهورية إن السد يتم بناؤه بطريقة يستفيد منها دول المنطقة أيضا. وفيما يتعلق بالتوترات الحدودية مع السودان، أكدت الرئيسة أن أي نزاع حدودي مع السودان وأي خلافات محتملة يجب حلها من خلال الحوار. وبالإضافة إلى الرئيسة سهلة ورك زودة، ألقى كلمة الرئيس الرواندي بول كاغامي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة في الحفل. ولعبت إثيوبيا دورا رئيسيا في التفاوض بين الفرقاء السودانيين للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال السلمي بعد سقوط نظام البشير في السودان من خلال مبادرة رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، حيث يعتبر ذلك دليلا واضحا على الصداقة. وأعربت إثيوبيا في مؤتمر باريس عن تضامنها مع السودان. أجرى الوفد الأثيوبي برئاسة الرئيس سهلة ورك زودة على هامش مؤتمر باريس لدعم السودان محادثات مع أكثل فان المدير الإداري في البنك الدولي، وحافظ غانم نائب رئيس منطقة شرق وجنوب إفريقيا بالبنك. وقالت وزيرة الدولة للمالية ياسمين وهب ربي التي حضرت الاجتماع إن إثيوبيا قامت بعرض أدائها في مختلف البنية التحتية التي يدعمها البنك الدولي، موضحة كيف سيتم استخدام خطة البنية التحتية الخمسية للبنك الدولي في الجولة المقبلة. وقالت إن المحادثات ستمكن إثيوبيا من مواصلة تعاونها مع البنك، وتشارك في مؤتمر إثيوبيا وكينيا وغينيا وكونغو برازيفيل وأنغولا وجنوب إفريقيا ورواندا والسنغال وكوت ديفوار. وسيحضر الاجتماع كذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والعديد من المنظمات الدولية، ورئيس الاتحاد الأفريقي موسى فاقي محمد، ورئيس البنك التنمية الأفريقية أكينومي أديسينا. أطلق رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد رسميا اليوم برامج البصمة الخضراء لموسم الأمطار الرئيسي في البلاد، الذي يهدف لزراعة 7 مليارات شتلة في البرامج، وسيتم توزيع مليار شتلة منها للبلدان المجاورة. وأجرى رئيس الوزراء آبي أحمد محادثات مع رؤساء الدول ووزراء بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين بشأن البرامج. وقال رئيس الوزراء خلال المناقشة: من أجل نجاح برامج البصمة الخضراء يجب على المواطنين تعزيز مشاركتهم. وأوضح بأن البلاد أكملت استعداداتها لزراعة 6 مليارات شتلة، وسيتم وتسليم مليار شتلة إلى الدول المجاورة. ومن جانبه قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمك أمكونن إن برامج البصمة الخضراء الإثيوبي يهدف إلى ربط إفريقيا بالتنمية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تساهم بنصيبها في جميع المجالات لدعم الخطة التنموية المشتركة لإفريقيا. وتم خلال تدشين البرامج دعوة الإثيوبيين إلى المشاركة بشكل واسع في إنجاح البرامج. يعقد رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد اجتماعات مع رؤساء الإقليم ورئيس المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبية بهدف تقييم الاستعدادات للانتخابات ومعالجة القضايا عند ظهورها. وقدم كل رؤساء الأقاليم
إلى مستوى استعداداتهم اللوجستية وإنشاء مراكز الاقتراع وتسجيل الناخبين وجاهزية الأجهزة الأمنية لتمكين إجراءات انتخابات سلمية وآمنة. وفيما يتعلق بتأجيل موعد الانتخابات للأسابيع من قبل المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبية، أعرب رؤساء الإقليم عن استيائهم من التأجيل، المشيرين إلى استعداداتهم والتزامهم بإجراء الانتخابات وفقا للجدول الزمني الأصلي. ولا تزال الحكومة ملتزمة بدعم المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبية لإجراء الانتخابات الوطنية السادسة المتوقعة في الأسابيع القصيرة القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة المجلس الوطني للانتخابات السيدة برتكان ميديكسا أعلنت السبت عدم قدرة المجلس إجراء الانتخابات في موعدها لأسباب لوجستية، وتعهدت بالإعلان عن موعد جديد بعد التشاور مع الأحزاب السياسية. وأشارت رئيسة المجلس للانتخابات إلى إمكانية تمديد موعد الاقتراع ل3 أسابيع إضافية. عقدت وزارة السلامة حوارا وطنيا شارك فيه مختلف شرائح المجتمع ورجال الدين وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة لمناقشة السبل الكفيلة لتحقيق التوافق الوطني في مواضيع وطنية أساسية. يونس محمد لديه المزيد. في المواضيع تتحمل وزارة السلام مهام وطنية كثيرة، من ضمنها خلق توافق وطني في المواضيع الأساسية وبناء السلام بالبلاد. انطلاقا عقدت وزارة السلام مؤتمر تشاوري شارك فيه مختلف شرائح المجتمع وكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الدين وأعضاء المجتمع المدني وأعيان البلاد. وقالت وزيرة السلام مفرحات كامل بهذه المناسبة أن هناك آمال عدة تم ملاحظتها خلال السنوات ال3 الماضية تمكن من تسجيل النتائج وتأسيس نظام ديمقراطي، حيث يتطلب ذلك العبور عبر المسالك الملتوية المحفوفة بالفرص والتحديات. وأشارت الوزيرة إلى أن موضوع بناء توافق وطني وصنع السلام يحتاج إلى وقت طويل ويتطلب إلى توعية ومشاركة لمختلف الطوائف ذات دور فعال من خلال تطبيق خطة طويلة وقصيرة الأمد. وشددت الوزيرة على أهمية تحديد العراقيل والتركيز على المواضيع والهيكلة الإدارية من أجل تحقيق توافق وطني وتحقيق السلام الدائم. وتعتبر وزارة السلام وزارة مستحدثة بعد التغيير السياسي في البلاد، حيث تضم في طياتها المؤسسات القانونية والأجهزة الأمنية التي تخضع للإصلاح بشكل تصبح هذه المؤسسات حيادية ومنفصلة من الأحزاب. صحفيا حول أنشطتها الحالية والمستقبلية لتحقيق التوافق الوطني من خلال الحوار. وتأسست المنظمة في عام 2020، وهي عبارة عن منظمة تعمل بدمج 8 منظمات، وهدفها خلق منبر نقاش قومي يحتوي الجميع. وجاء في مؤتمر الصحفي إن نجاح الحوار الوطني يتطلب إلى مشاركة كافة المواطنين بمختلف طوائفهم وفئاتهم المجتمعية وتقديم الأجندة الكبيرة للشورى. وأشارت المنظمة في المؤتمر أن الاستعدادات جارية لعقد الحوارات، وتعمل المنظمة في استقبال المعلومات عن الأشخاص من مختلف الاتجاهات ومختلف الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة والمفكرين والسياسيين وسكان الإقليم والكوادر المتعلمة. وتعمل منظمة إثيو مايند مع السفارات الداعمة للأفكارها ومشاريعها، وبعد إكمال كافة الترتيبات سيتم إعلان الافتتاح علنا للشورى القومية حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي. قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان بشأن الاتهامات الجائرة وغير المبررة والموجهة ضد البلاد من قبل بعض الشركاء ووسائل الإعلام إن إثيوبيا لن تقبل أي توجيهات خارجية في شؤونها الداخلية. وقالت الخارجية في بيانها: من المؤسف أن نلاحظ هذه الأيام أن هناك حملة منسقة لممارسة الضغط على إثيوبيا، وبالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية للانخراط بشكل إيجابي وبناء بشأن القضايا التي أثارها الشركاء،
مما دفع الحكومة الإثيوبية للتشكيك في دوافع بعض الشركاء. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الضغوطات لا تؤدي إلى نتائج بل يزيد من تفاقم الأوضاع. وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية في إقليم تيغراي، إن الحكومة مهدت لوصول المساعدات الإنسانية ودون عوائق للجهات الفعالة في جميع أنحاء الإقليم. وفيما يتعلق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي تثار في عدة مناسبات، تعهدت الحكومة الإثيوبية أيضا بأنها تأخذ الموضوع على محمل الجد، وتحركت بسرعة لإجراء التحقيق اللازم من تلك الادعاءات وتقديم الجناة إلى العدالة. وحيث تم نشر فريق مكون من ممثلي من المدعي العام الفيدرالي ومفوضية الشرطة الفيدرالية في إقليم تيغراي للقيام بالتحقيق. كما اتفقت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على إجراء تحقيقات مشتركة بدعوة من الحكومة الإثيوبية. قام المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا بجولة تفقد لعملية طباعة ورق الاقتراع التي يتم طباعتها في دبي، شارك فيها قادة الأحزاب السياسية. أرسل المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا وفدا من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة عملية الطباعة والنشر. تم عرض عملية الطباعة لممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام برئاسة وبشيت أيلة نائب رئيس المجلس الوطني للانتخابات بالتفصيل عن عملية الطباعة والنظام الفني والأمونيا ومؤشرات النزاهة. وزار الوفد جمعية الغرر للنشر بدبي، وهي إحدى دورتي النشر التي تقوم بهذا العمل. وشرح مسؤولو الشركة خلال الزيارة عملية الطباعة وأمنها، بدءا من عملية الطباعة إلى عملية التغليف. وتقوم شركة غرر للنشر الإماراتية في دبي بطباعة 55% من أوراق الاقتراع، كما تقوم شركة أخرى من جنوب إفريقيا بطباعة ما تبقى من أوراق التصويت. نظم المغتربون الإثيوبيون وذوي الأصول الإثيوبية المقيمين في العاصمة واشنطن وضواحيها احتجاجا سلميا في واشنطن ضد التأثير السلبي للمنظمات الدولية وبعض الدول على إثيوبيا. وطلب المتظاهرون بعض الدول بوضع حد للضغوط الجائرة على إثيوبيا والامتناع عن الإدلال بتصريحات كاذبة تستند إلى أنصار متطرفين من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقال المتظاهرون إن إثيوبيا دولة ذات سيادة، وستقرر الحكومة الإثيوبية إجراءاتها للحفاظ على وحدة أراضيها والدفاع عن أعدائها، وليس من خلال تصريحات أو إملاءات من دول أخرى. وتعهد المتظاهرون بأنهم سيعملون بجد من أي وقت مضى لضمان انتهاء الانتخابات الوطنية القادمة بسلام، وأن إثيوبيا ستتغلب على التحديات التي تواجهها. قال معهد العدل والبحوث القانونية والتدريب أن تعزيز المحاكم الشرعية الإسلامية في البلاد أمر بالغ الأهمية لبناء الديمقراطية في إثيوبيا. وبدأ المعهد في تقديم تدريب بناء القدرات لقضاة المحاكم الشرعية، الذي افتتح السفير دقفي بولا المدير العام لمعهد العدل والبحوث القانونية والتدريب. ويشارك في التدريب قضاة المحاكم الشرعية من المحاكم الفيدرالية والإقليمية. كما أشار إلى أن المحكمة الشرعية من المؤسسات الدينية التي لقيت الاعتراف بها في الدستور. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المحاكم العادية لم يحظ نظام المحاكم الشرعية الذي يخدم عامة الناس إلا بالقليل من الاهتمام. ويركز التدريب على حقوق المرأة والطفل والشؤون المدنية بهدف تمكين القضاة من تحقيق العدالة السريعة للمجتمع بعد تلقي التدريب. وسيلعب التدريب دورا هاما في تحسين نظام العدالة وتعزيز القدرات القضائية للسلطة القضائية. ومن جانبه قال رئيس المحكمة الشرعية الفيدرالية العليا الشيخ محمد المبارك الشيخ محمد أول إن التدريب سيساعد في خلق الوعي حول بعض القضايا التي تواجه المحكمة الشرعية، وخاصة التطورات التكنولوجية واستخدامها.
بدأت في العاصمة الخرطوم اجتماعات الفريق الفني المشترك لمشروع السكك الحديدية الرابط بين إثيوبيا والسودان بمشاركة نائب وزير النقل السوداني محمد بشير وعدد من المسؤولين والخبراء بشركتي السكك الحديدية بكلا البلدين، حيث ستتم مراجعة واعتماد دراسة الجدوى للمشروع المقدم من الشركة الاستشارية. وفي كلمته أمام الاجتماع قال سفير إثيوبيا لدى السودان بلتال أمرو أن الاجتماع يعمل دليلا واضحا على العلاقة طويلة الأمد والروابط الاستراتيجية بين البلدين. وجدد السفير التزام بلاده بإنجاز المشروع، مضيفا أن ربط السودان وإثيوبيا بالسكك الحديدية ضروري لتسريع التكامل الاقتصادي والإقليمي. وأضاف أن مشروع سكك حديد إثيوبيا السودان سيكون له أهمية قصوى في تسهيل الترابط الاجتماعي والاقتصادي بين دولة المنطقة إلى جانب توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين. ومن جانبه قال محمد بشير نائب وزير النقل السوداني إن السكك الحديدية وسيلة قليلة التكلفة لنقل البضائع من شأنها أن تساعد في تسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتعهد بالتزامه بالتنفيذ الفعال للمشروع. ويهدف المشروع السكك الحديدية إلى ربط كل من بورت سودان وكسلا والقضارف بكل من القلابات ومتمة وأديس أبابا، ويتم تمويل دراسة الجدوى الاقتصادي من قبل بنك التنمية الأفريقي والشركات الكندية الاستشارية. مشاهدينا الكرام، قبل نهاية نشرتنا الأخبارية سنذكركم بأهم العناوين. رئيسة الجمهورية في فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم السودان. رئيس الوزراء يدشن برامج حملة التشجير المعروف باسم البصمة الخضراء لموسم الأمطار القادم. مشاهدينا الكرام، بهذا وانتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم مفور كهنس، وإلى اللقاء.